بتقدم بالشكر للحكومة المصرية والسيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحفيزه للفلاح المصري بالنسبة لمحصول زراعة القمح. ودلوقتي شجع الفلاح وحفز الفلاح بسعر محصول القمح. في الأعوام السابقة ما كناش بنعرف سعر دب القمح ايه إلا بعد الحصاد. أما من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فبقى يصدر قرارات بأسعار القمح قبل الزراعة، فدي تحفيز هائل للفلاح. عام 21-22 كان دب القمح وصل 800 جنيه وحفز الفلاح ب50 بقى 850 جنيه. السنة دي إن شاء الله حفز الفلاح قبل محصول زراعة القمح ل1000 جنيه، كده زود 150 جنيه بالنسبة لردب القمح. النهاردة زود المحصول ل1000، وصل لردب القمح 1250 جنيه، فدي حافز هائل للفلاح. فاحنا من موقعنا بالنسبة ليا كنقيب محافظة القليوبية بناء عن الفلاحين، وبتكلم بلسان كل فلاح مصري وكل فلاح في محافظة القليوبية، بتوجه بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والسيد وزير الزراعة لتحفيزهم لردب القمح ان هو يوصل 1250 جنيه، فدي حاجة كويسة. والأهم من كده كمان بنرجى من الرئيس تسليم القمح، هيبقى عن طريق الجمعيات الزراعية أو عن طريق التجار ولا عن طريق المضارب بتاعة المطاحن بتاعة القمح. فدي يا ريت يعلن عنها برضو إن هي تريح الفلاح ويرفع المعاناة عن الفلاح. النهارده دي تعتبر نقطة ومن أول السطر إن في اتجاه وفي نظرة، وفي رئيس الجمهورية راعي الفلاحين بيقول لهم أنا معاكم أهو أنا بساندكم، والحكومة بتقول إحنا موجودين أهون ولو بالشيء القليل. فدي بتساعد على انتعاشة وضع الفلاح.